أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في قصة رعب هتخلينا كلنا نسأل نفسنا، يا ترى الكوابيس دي مجرد أحلام ولا ممكن في يوم من الأيام تتسرب لواقعنا؟ وده بالظبط السؤال اللي بيدور في عقل بطلة قصتنا لورين. هي على وشك إنها تعيش ليلة هتغير كل حاجة وهتمحي الخط الفاصل بين الحلم والحقيقة. الحكاية بتبدأ بإحساس بسيط، إحساس بيخطف النوم من العين، شعور إن في حاجة غلط، شعور بالخوف لازق في لورين زي ضلها ومش راضي يسيبها أبداً. في البداية الرعب هنا مش وحش بيصرخ وبيطلع فجأة، لا، ده مجرد همس خفيف في الضلمة، إحساس إنك مش لوحدك. وده هو جوهر الرعب النفسي اللي القصة بتبنيه واحدة واحدة. ومع دخول الليل الإحساس الخفيف ده اتحول ليقين مرعب. لورين كانت حاسة إن في عيون بتراقبها من الضلمة، عيون هي مش شايفاها بس حاسة بوجودها في كل ركن في البيت. في هدوء البيت المريب صوت الساعة كان عامل زي دقات قلب خايف، كل تكة بتقربها من لحظة هي مش قادرة حتى تتخيلها. الوقت نفسه اتحول لأداة رعب. لورين حاولت تقنع نفسها إن كل ده في خيالها، بس جواها كان في صوت تاني بيقول إن الليلة دي مش زي أي ليلة، كان في حاجة مستنياها في الضلمة. وهنا بقى الخوف اللي كان مجرد شعور بيتحول لكائن حقيقي. الرعب ما بقاش في دماغها وبس، لأ، ده بقى بيتمشى في بيتها. وبكده بنتنقل من التوتر النفسي للخطر الحقيقي. في المطبخ في محاولة يائسة منها إنها تشرب كوباية مية، لورين بترفع عينيها واللي بتشوفه في الضلمة بيغير كل حاجة. الليلة دي خلاص مش هترجع طبيعية تاني أبداً. وهنا الكاتب بيرسم لنا صورة بشعة للكائن ده، كل تفصيلة هدفها تثير فينا الرعب البدائي: الرأس الصلعاء، الجلد الشاحب زي الجثث، والعيون اللي غرقانة في سواد. ده كابوس ماشي على رجلين. في اللحظة دي مفيش وقت للتفكير، جسمها اتحرك من الخوف قبل حتى ما عقلها يستوعب اللي شافه. كان في حاجة واحدة بس ممكن تعملها: تجري عشان تعيش. ودلوقتي بيتها اللي كان مكان أمان اتحول لمتاهة من الرعب، كل باب مقفول بقى حيطة زيادة بينها وبين النجاة، ودي من أشهر التكنيكات في قصص الرعب. ومع كل محاولة هروب بتفشل، الخناق بيضيق على لورين أكتر وأكتر. أختها مش بتصحى وأهلها مش بردوا، هي حرفياً لوحدها تماماً مع الكائن ده اللي بيطاردها من غير أي رحمة. بتصرخ وبتطلب المساعدة، لكن ما فيش أي رد غير صدى صوتها. الصمت اللي جاي من ورا الباب ده مرعب أكتر من أي صوت ممكن تسمعه، لأنه بيأكد لها إنها وحدها تماماً. وفجأة بتسمع صوت بيخلي الدم يتجمد في عروقها، صوت خربشة جاي من أوضة أختها. الكائن ده ما بقاش بيطاردها في صمت، لأ، ده بيعلن عن وجوده وهو جاي عشانها. طيب، هل الرعب بينتهي مع شروق الشمس ولا يمكن الصبح يكون خدعة أكبر من الليل نفسه وبيدينا إحساس مزيف بالأمان؟ لورين بتصحى على نور الشمس، لكن الضلمة لسه مسيطرة على عقلها. كل حاجة حواليها هادية ونظيفة، كأن الليلة اللي فاتت دي كلها ما حصلتش. يا ترى كان كابوس ولا عقلها هو اللي بدأ ينهار؟ وهنا المعركة الحقيقية بتبدأ جوا عقل لورين. هل المفروض تصدق ذاكرتها المرعبة ولا تصدق الواقع الهادي اللي شايفاه بعينيها؟ الصراع ده هو قلب القصة كلها. مامتها بتقدم لها التفسير المنطقي اللي هي نفسها تسمعه: ده أكيد كان كابوس. للحظة لورين بتحس بالراحة، يمكن كل حاجة كانت في دماغها وبس، مجرد هلوة سلالية. بس في قصص الرعب الراحة دي عمرها ما بتطول، دايماً في تفصيلة صغيرة، حاجة مش في مكانها، بتكون كفاية عشان تكشف الحقيقة المرعبة المستخبية تحت الهدوء ده كله. في أوضتها لورين بتحاول ترجع عالمها زي ما كان، بترتب هدومها وفي نفس الوقت بترتب أفكارها المتلخبطة. هي عايزة تصدق بأي شكل إنه كان مجرد حلم. لكن ماذا لو الكابوس هو اللي كان حقيقة؟ ماذا لو الصبح الهادي ده هو الكذبة اللي بنقولها لنفسنا عشان نحس بالأمان ونعرف نكمل حياتنا؟ وفجأة عينيها بتقع على حاجة صغيرة جدا بس كافية إنها تهد كل وهم الأمان اللي كانت ماسكة فيه بكل قوتها. بقعة حمراء، دليل مادي صغير ودموي على إن الليلة اللي فاتت ما كانتش حلم، الرعب كان حقيقي. وده معناه
إنه لسه موجود في البيت. وبكده تحليلنا بيوصل لنهايته، لكن قصة لورين لا، دي لسه بتبدأ. والسؤال اللي بيفضل معلق في الهوا هو إيه اللي هيحصل بعد كده؟ وإيه ممكن أي حد فينا يعمله لو لقى دليل مادي على إن أسوأ كوابيسه كانت حقيقة؟